رغم اننا في 2017 الا ان بعض الناس لا يزال تفكيرهم عقيم ويفتقد للمنطق. من فتره انتشرت قصه على السوشيال ميديا ان في بنت عندها 17 سنه، البنت دي كان لازم تعمل عمليه، العمليه دي ممكن تفقدها جزء من عذريتها، بس اهلها ما وافقوش خوفا انها تفقد شرفها على حد قولهم. وكانت النتيجه ان البنت ماتت ضحيه لعادات وتقاليد ليس لها اساس من الصحه. فنزلنا نسال الناس حياه بنتكم ولا عذريتها، وده طبعا في حاله وجود مشكله طبيه عند البنت. لو بنت حضرتك عندها مشكلة طبية والمشكلة دي تستدعي انها لازم تعمل عملية ممكن تفقدها جزء من عذريتها، حضرتك هتوافق ولا لا؟ اوافق، انقذ حياتها. اوافق ادام ربنا سبحانه وتعالى رايد انها تعيش. انا هعترض؟ مين هيتجوزها وهي هتبقى مش هتبقى بنت؟ يعني تموت؟ طبعا لما تقعد كده هوت هتحسسني بالذنب انا. لا اعملها، لو هتعيش هعملها. لو بنت حضرتك عندها مشكلة طبية، المشكلة دي تستدعي انها لازم تعمل عملية، العملية دي ممكن تفقدها جزء من عذريتها، توافقي ولا لا؟ هوافق، يعني ما بنتي تبقى عايشة احسن ما بنتي يجرى لها حاجة. هوافق طبعا. كان الحاجة دي جاية من عند ربنا، احنا هنعترض على حكم ربنا؟ يعني انا خاف عليها برضه، خاف مش عارفه ايه اللي هيحصل لها. هعملها لها، لو عاشت عاشت، ماتت بس تبقى جنبي. ده ابتلاء من ربنا، وربنا مدينا الاسباب ان احنا ناخد بيها، فطبعا في حاجه هتنقذها من اللي هي فيها دوت، هنعمل ايه؟ من فترة انتشرت قصة عن بنت عندها 17 سنة، البنت دي كان عندها مشكلة طبية تستدعي انها لازم تعمل عملية جراحية، والعملية دي ممكن تفقدها جزء من عذريتها، اهلها ما وافقوش انها تعمل العملية دي، على حد قولهم اشرف لها انها تموت كده، البنت دي للاسف ماتت. رد فعل حضرتك ايه على الموضوع ده؟ ده هم كده تحت الصفر، هيفضلوا طول عمرهم ندمين. انا ضحيت بنتي علشان خاطر ما تفقدش عذريتها. ايه عذريتها؟ مستني ايه؟ ده انت عايزها تموت، دي جريمه، دي جريمه. الا الله سيدنا محمد رسول الله. ده ناس لا مؤاخذه جهله. طبعا ذنبها في رقبتهم، لان هم يعتبر هم اللي قتلوها. ده يعني ما يرضيش ربنا، ده ظلم كده وكفر. يعني عشان عمليه اضحي ببنتي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اشرف لها ليه؟ هي عامل حاجة غلط؟ لا يعني غلطانين في الحته دي، لو فيها عيشه بنت اعملها، خليها على الله. قلوب بقى، كل واحد ليه قلب شكل، قلوبها حجر. حياة بنتك اهم ولا عذريتها؟ الاثنين، انا ما اقدرش اقول لك على دي ودي. ضفري بنتي بالدنيا. حياه بنتي اهم من كل حاجه. يعني عذريتها هعمل بيها ايه؟ اهم شيء انها تكون موجوده. يعني حياة بنتك اهم ولا عذريتها؟ لا عذرتها، ولما تموت انا هستفاد ايه؟ ابقى خسرت بنتي. حياة بنتي طبعا. لا، حياتها طبعا. كفايه انها قاعده جنبي وشايفاها وبكلمها وبتكلمني وكده. كلمة كده لأهلها أو الناس اللي بيفكروا بالأسلوب ده. ان ربنا قال لنا برضه، بقول لحضرتك برضه ان احنا ناخد بالاسباب، فالناس دي يعتبر ايمانها ضعيف. هم كده اعترضوا على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. هم اللي هيشيلوا وزلها وذنبها، حرام اللي هم عملوه ده. تقولي إيه لأهلها؟ هقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ما بيفهموش، لو بيفهموا يعملوها لها عشان تعيش، هي مش ذنبها حاجه. هم كده بيعترضوا على حكم ربنا. اصول الناس دي تتحاسب. حياتها ان هي تبقى قدامي انتهي، ده الا الضنا. بتقولي إيه حضرتك؟ الله يرحمها. ما يجوز على غير الرحمة. لا قدر الله، لا قدر الله، لو الموضوع ده كان مع بنتك هتوافقي؟ اوافق عشان بدل حاجه تعيشها، بنتي تعيش. طب أرجع وأسألك تاني، حياة بنتك ولا عذريتها؟ مش عارفه كده حاجه يعني صعبه عليا اقول لك. لو اتحطيتي في نفس موقفهم يعني. هقول بنتي. هقول بنتي، لكن هي حاجه يعني صعب، بس بنتي.